فعلا الشوط الاول باستغراب شديد اللهجه زي ما بيقولوا. فرصه امام عاشور انفراد، معرفش ايه اللي حصل. فرصه تانية اشرف داري، ضربه جزاء من تريزيجيه، وفي واحده كانت لاسامه ابو علي بس اتحسبت اوفسايد، وفي واحده تانية اتحسبت اوفسايد برضه لاسامه ابو علي اللي جابها جول. فالشوط الاولاني كله سيطره كامله من النادي الاهلي. وهنا بقى يعني انا عايز اتكلم في حاجه والايام هتثبتها، لان ما يحسهاش الا لعيب الكوره. في نفسيات في فرقه النادي الاهلي، عشان كده النهارده ربنا ما كرموش، بدليل ضربه الجزاء اللي دخل تريزيجيه وشاطها وضيعها. يعني في مفروض ان في انت الماتش اللي فات اللي هو الودي بتاع بتشوكا، انت اول واحد شاط ضربه جزاء زيزو، يعني المفروض ان هي اول واحد. بس هنا النفسيه بتاعت تريزيجيه، وانا عارف ان هو مش نفسيه، بس هو ايه يعني برضه عايز يقول ان انا صفقه جديده، وان انا اول جون بجيبه في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. ولكن في نفسيات مش كويسه. وبرضه ترجع الشوط الثاني في كره لحسين الشحات اللي هي اخر فرصه في المباراه، خدها وفي 3 حواليه، حط لاي حد يجيب جول. لا، حسين برضه عايز يجيب جوه الجول لغايه ما اتاخدت منه، وبعد كده ستر ربنا ان الحكم صفر. فانا هنا بقول لك دي ملحوظه بسيطه، ودي عشان كثره النجوم ومحدش يفهم الموضوع غلط، لان كل واحد عايز يقول ان انا اهو. زيزو عايز يقول انا اهو، وسام ابو علي عايز يقول ان انا اهو، تريزيجيه عايز يقول ان انا اهو، امام عاشور عايز يقول ان انا اهو، واخد بالك. حسين الشحات عايز يقول ان انا اهو، ان انا الاصل وان انا القديم وان انا اللي لازم. نفس الكلام ينطبق